عندها شركة أغاني كبيرة في بريطانيا وبتاخد 24 مليون جنيه في كل حفلة، وشايفة إن في أشخاص عايزين يبعدوها عن الغنى من غير أي مبرر. دي نبذة عن النجمة شيرين عبد الوهاب اللي اتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إعلان خطوبتها في مفاجأة للجماهير. فيا ترى شيرين اتخطبت لمين؟ وإيه حكاية شركتها دي؟ وإيه تفاصيل أزمتها مع شركة روتانا؟ وليه دفعت ليهم 8 مليون؟ كل ده وأكتر هتعرفوا، بس تابعنا في الفيديو ده. النجمة شيرين عبد الوهاب لازم تطلع ترند كل فترة والتانية، وده حصل من ساعات لما أعلنت خبر خطوبتها من رجل أعمال خارج الوسط الفني ورفضت الكشف عن هويته، وده يجي بعد شهور من إعلان انفصالها عن الفنان حسام حبيب حسب موقع ET بالعربي. خبر زي كده خلى الكل يتكلم ويسأل عن تفاصيل أكتر عن عريسها ويبارك لشيرين ويتمنى ليها حياة سعيدة، وأولهم حسام حبيب اللي نشر بوست مخصوص قال فيه: ألف 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 مبروك، وبتمنى لك أحلى حياة في الدنيا، والحمد لله رب العالمين، وأشوفها سعيدة وربنا يسعد قلبها على طول ويفرحها دايما. بس بعيد عن خبر ارتباط وانفصال شيرين، انت تعرف ان شيرين غير انها فنانة فهي برضو سيدة أعمال، عرفت تأمن مستقبلها كويس قوي. ما هو الفن ملوش أمان، خصوصا بعد الأزمات اللي مرت بيها. ومن فترة أعلنت عن تأسيس شركة كبيرة، بس إيه الحكاية؟ حسب تصريحات شيرين في برنامج كلمة أخيرة، قالت إحنا أسسنا شركة مساهمة كان الفنان حسام حبيب رئيس مجلس إدارتها، وقالت إن دي كانت محاولة نقرب تاني من بعض بس مرجعناش. وحسب مصادر لموقع مصراوي، الشركة مقرها الرسمي في بريطانيا، وهي شركة أوفشور تم تأسيسها تحت اسم الأمير. وقالت إن الشركة تولد تنفيذ الأغاني اللي طرحتها الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة اللي فاتت، وتم تأسيسها خلال تواجدها في لندن مع طليقها الفنان حسام حبيب خلال فترة زواجهم. أما بقى بالنسبة لأجر شيرين، فحسب موقع فيتو شيرين بتاخد في حفلاتها 500 ألف دولار، يعني 24 مليون جنيه تقريبا، وده رقم ضخم جدا، علشان كده حفلاتها قليلة جدا. بس في آخر حفلة ليها واللي كانت في مهرجان قرطاج الدولي، كشف نقيب الفنانين ماهر الهمامي في تصريحات إعلامية تداولتها وسائل إعلام تونسية وعربية إن شيرين أخدت 125 ألف دولار بس في الحفلة. وزي ما كلنا عارفين، شيرين الفترة الأخيرة وقعت في أزمات كتير، آخرهم أزمتها مع شركة روتانا لما قالت إنهم أخروا طرح أغانيها رغم إنها سددت ليهم مبلغ 8 مليون جنيه كغرامة لصالح الشركة حسب العقد الموقع معاهم، ده غير إنهم منفذوش وعودها معاها، وده حسب المصري اليوم. بس الشركة طلعت وقالت إن مفيش أغاني أصلاً لشيرين عندهم علشان تتأخر، ولو تسلموا أي أغنية هينزلوها فوراً. بس محامي شيرين ياسر قنطوش قال في بيان ليه: شيرين اتواصلت معايا وقالت لي إن بعض الأشخاص داخل شركة روتانا بيحاولوا إبعادها عن الغنى وبيعملوا ليها مشاكل بدون مبرر واضح، وكأنهم عايزين يبعدوها عن الغنى بكل الطرق. كل ده خلاها تخرج عن صمتها وتقرر تكشف للرأي العام حجم الظلم اللي تعرضت ليه مؤخرا. والمفاجأة بقى في الكلام اللي قاله حسام حبيب لبرنامج ET بالعربي، وقال: قررت أعمل أغنية خاصة لشيرين عبد الوهاب وخطيبها بألبومه الجديد المقرر طرحه الأيام اللي جاية، لأن خطيبها رجل محترم جدا جدا وبحترمه جدا. ودلوقتي قول لنا رأيك في تصريحات شيرين عبد الوهاب.